جبت لكم في الحلقة هذه يا اخوان منتج غريب بالنسبة لي، قهوة كورية مستوردة. جديدة علي هذه، لكن كيف حيكون طعمها؟ ايش نكهاتها؟ حلوة ولا ما هي حلوة؟ خلينا نشوف سوا انا وانتو وانا ويلا بينا. فعل الجرس للحصول على المزيد من الفيديوهات الرائعة من الباريستا أحمد عمر. ايش الحلاوة! يا هلا ومرحبا فيكم يا محبين النبي، دائما صلوا عليه وزيدوا النبي صلاة. ويا محبين المنتجات الكورية والقهوة وصلتوا، هذه حلقتكم. مين أنا؟ معكم أنا باريستا أحمد عمر، والقناة هذه تتكلم عن كل حاجة، أي حاجة تخص مجال القهوة والمقاهي. فإذا أنت مهتم يجب أن تشترك وتفعل جرس التنبيهات. ليش؟ عشان يوصلك كل جديد في هذه القناة. وتعال وخليك قريب مني من محتوايا في السناب شات والانستغرام. أنزل كل ما يخص المقاهي، من رحلتها من البن الأخضر إلى التحميص إلى التحضير. تعال، جولة حلوة حتفيدك. ودعمني باللايك عشان أكون متحمس إني أنزل حلقات كثير من نفس هذا المحتوى. القهوة الكورية يا حبيبي، المنتجات الكورية قاعدة تكتسح السوق، وأنا أشوف فيه إقبال صراحة من الناس. في اللي ياخذ لك نودلز، في اللي ياخذ لك بطاطس، في اللي ياخذ لك أشياء مختلفة كثيرة، والناس تحب الشيء هذا. وأنا ماشي في الماركت لفت انتباهي هذا المنتج في الثلاجة، قهوة كورية. صراحة في أنواع أكثر من هذه. نشوف النوع الأول اسمه كافي لاتيه، يعني حليب مع قهوة. زي ما نشوف الغلاف من برا كذا مكتوب بالكوري، وهذا يثبت لي انه مستورد. ما ادري ليش لو انتم زيي يقولوا لي المنتج المستورد اللي في الغلاف ما يكون مكتوب عليه بنفس لغة البلد اللي جاء منها، احسه لا، في شيء غلط، مو مستورد 100%. ما ادري ليش، مع اني لقيت منتجات كورية مختلفة بس يكون مكتوب عليها بالعربي. المصداقية عندي تكون بالذات في المنتجات اللي يكون عليها ستيكر ملصوق عليها بالعربي. هذا يثبت لي انه المنتج مستورد فعليا بكل شيء، بس انه عشان قوانين وزارة التجارة فحطوا له الستيكر. شفت علامة الدريب اللي وهلة على بالي اني ححضرها بالفي 60 بس طلعت جاهزة. بس هذه شروحات كيف سووها، مكتوب بالكوري معظم الكلام فما في ابحث. عموما في كل الاحوال هي قهوة جاهزة، انا بس احطها على الكوب واذوقها. النوع الثاني قهوة سودا بلاك كافي، جوي واجوائي. مذكور في الخلف انه ما فيها سكر، وكانت طريقة تحضيرها بجهاز بلاك كافي، القهوة السودا العادية. طبعا كان في نوعين زيادة في الثلاجة من نفس الشركة هذه، واحد بلاك كافي مع فانيلا، والثاني بلاك كافي مع هيزل نت. ما استلطفت الفكرة، حسيت انه حيكون زي القهوة السودا بس اضيف عليها سيرب نكهة، ما عجبني، الله اعلم. بس قلت خليني اجرب هذا، وممكن ننزل جزء ثاني من الحلقة هذه. ايش رايكم؟ عموما خلينا نبدأ بالبلاك كافي ونشوف كيف حتطلع التجربة. طيب يلا نفكها، بسم الله. في فتحة هنا بحيث انه نشدها. ليش احس انه حيتكب معايا؟ اوكي، ريحة غريبة. طبعا انا ما قلت لكم قيمته. هذا الكيس اخذته ب 14 ريال ونص، تقريبا ب 4 دولار. اليوم اللي بعده رحت محل تاني اسمه البقالة اليابانية الكورية، فيها منتجات كذا، لقيته ب 35 ريال، يعني تقريبا ب 10 دولار. يا جماعة يا جماعة، يعني خلاص عشان انه مستورد احط السعر اللي ابغاه ولا ايش؟ بسم الله. ما اعرف ايش قاعد اشرب انا. ونروح للنوع اللي بعده، الكافي لاتيه. الكافي لاتيه هذا لازم يرضيني الان، لان اليوم لسه ما شربت قهوتي. نفكه بنفس الطريقة الاولى. نفس الريحة. اوف. يلا نشوف الطعم. ندوق امرا لله.
طعم حليب شوكولاتة، حاطين فيه سكر. اي والله فيه له سكر. اهون من اللي قبله. طبعا المرارة واضحة هنا، ولكن واضح ان السكرية شفعت لها شوية. صراحة ما في له شيء مميز، ولكنه شيء غريب. اهون بكثير من القهوة السوداء اللي شربتها. هذه فيها شوية من طعم القهوة اللي دقتها، ولكن فيها حليب وفيها سكر. هل جربتوا منتجات كورية قبل؟ قولوا لي تحت في التعليقات ايش اغرب منتج كوري جربتوه. تتوقعوا البلاك كافي اللي بالهزلات والفانيلا كانت حتكون احلى؟ كنت حستسيغها؟ ايش رايكم؟ هل عندكم انواع قهوة كورية ودكم نجربها في الحلقات الجاية؟ لايك للحلقة اذا عجبتكم، واشتركوا في القناة اذا لسه ما اشتركتوا، وتعالوا خليكم قريبين مني من حساباتي سناب شات انستغرام موجودة الان امامكم، وانشروا الحلقة هذه لاي احد مهتم في مجال القهوة والمقاهي. كان معكم باريستا احمد عمر، والحلقة كذا انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبة بن أفكارها كثير مان، يمكن تسويها قهوة أو ممكن تسويها عصير. تخيل هذه الحبة الصغيرة إيش ممكن من هذه الحبة يصير. اسبريسو هو دب الشت يخليك انت تنط في أرضك ثم تحط أو ممكن تضبطها على الجمر. خلينا نشوف إيش الهرجة مع أحمد عمر.